ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ احنا كان المفروض ماشيين بنظام معين، بس عشان الوقت احنا غيرناه عموما. وهنخش في حاجة مهمة جدا اللي هي ما هي الا ايه؟ هي عبارة عن السي في. ايه هو السي في؟ تمام. تعال بس نتخيل قصة كده. ده انت مثلا اي حاجة عايز تروح لشغل. ده انت عايز تروح لشغل. تمام. فانت بالتالي لازما تحتك بواحد كده اسمه الاتش ار. فانت عشان تروح الشغل لازم تحتك بالاتش ار، وهو يقبلك او يرفضك، يا كده يا كده. طب دلوقتي انا عايزه يعني اروح شغل. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ابعت لي السي في بتاعك. صح. صح. خلينا نتفق المصطلح السي في ده مصطلح يعني ايه؟ غريب. ايه هو السي في اصلا؟ دي حاجه اختصار لكلمه اسمها كوريكولم فيتاي. دي عباره عن ملخص خبرتك عموما. بس في حاجه غريبه جدا، يعني السي في اللي تسمعوا عنه اللي هو من 5 ل10 ورقات او 15 ورقة، بيكون في ايه؟ بيكون في الاكاديميك بس. اي حاجة اكاديميك ده اسمه السي في. اما في حاجة تانية احنا بنستخدمها موازية ليها، هي ايه؟ هي اسمها الريزمي. يا انت كده ريزمي لما نيجي نكتبها ار اي على اكسو، عشان كلمة فرنسية اصلا. الريزمي. الريزمي دي اللي احنا بنتعامل معاها، مش السي في. لازم نفرق بينهم. بس الكلمه الدارجه ليها السي في. الريزمي بتبقى عباره عن ملخص خبراتك انت عشان تقدم في الشغلانه دي. اما دي بتبقى خبراتك العلميه. تمام، انت مجال اكاديمي. اما الريزمي مختلفه. حلو. حلو. هي نفس الفكره عموما، بس خلينا نتفق. الريزمي بتبقى مثلا من عندك من صفحه ل3. خلينا متفقين ان الاتش ار بيقدم معاه ناس كتير. هو لو هيقعد يقرا من ده هياخد كتير، فهو الاتش ار بيبقى معاه 30 ثانيه لاول تصفيه يصفي السيفيهات. ففي ال 30 ثانيه ده هو بيبص على حاجات معينه احنا نحاول نركز فيها. تمام. تمام. يلا نبتدي نعمل الاستراكشر بتاع السي في. هنعمله بشكل نظري، بعد كده نطبقه عملي، وندخله حاجه اسمها الاي تي اس ونتكلم عليها. لا اما فيها مراحل للتصفيه. اول مرحله اول مرحله هي اسمها اي تي اس. ده عبارة عن سوفت وير بيفحص السيفيات الموجودة. مثلا لو مقدم 1500 واحد على البوزيشن دي، هو بيطبق حاجات معينة قبل ما يوديها للاتش ار. فتاني مرحلة اتش ار. اتش ار ممكن يوصلوا من 1500 دول 300 بس. 300 دول احنا بيختار مثلا منهم ناس عشان انترفيو. ممكن يختار مثلا 15 30. قول 30. فعن طريق انك تعمل ريزمي كويسة، بالتالي انت بتحاول تبقى من ضمن ال 30 اللي هيتعملوا انترفيو. انك تعدي من الاي تي اس وتعدي من الاتش ار، هيحول لك انترفيو. فهنتعلم ازاي نعدي من ده وازاي نعدي من ده. انترفيو لا شويه كمان. حلو. حلو. قبل كل حاجه احنا لازم نعرف ايه الاستراكشر بتاع السي في. السي في مكون من سكاشن كتيره جدا. نبتدي مثلا كده. اول سيكشن
اول حاجه في السي في انت بتكتب اسمك رباعي، ده كده اسمك رباعي نيم. تحته بيبقى عباره عن ايه؟ الكونتاكت انفورميشن، ارقام التليفون، العنوان، الميلز. ممكن مثلا لو في كنت شغال في مكان تجيب الرقم الداخلي بتاعه، الحاجات دي كلها. بعد كده ده ضروري. بعد كده نعمل ايه؟ احنا كده عرفنا والشخص ما الاتش ار ما بيبصش على اسمك ولا الحاجات دي الاول، واول حاجه يبص عليها هي بروفيشنال، هي السكشن التاني هو اللي هو ايه، اللي هو عباره عن حاجه اسمها بروفيشنال بروفايل. زي ما اتقال بروفيشنال بروفايل ده عباره عن ايه؟ دي معلومات سريعه عنك، مثلا سطرين ثلاثه. دي بتتكلم عنك انت مين، انت مين كده، انت اهو. ودراستك، درست فين، وشغال فين شغل، او عملت ايه مثلا مشاريع، وطموحك. عايز اشتغل مثلا كذا، مثلا اقول انا عمر درست عمر كذا، اسمك رباعي برضو او الثلاثي احسن. اشتغلت في درست مثلا كمبيوتر ساينس في كذا، وقلت اتخرجت ولا لا على حسب، شغال في كذا، بعمل كذا، وعايز ابقى كذا. بس الموضوع بسيط، بسيط جدا يعني. ده كده تاني سيكشن. تالت سيكشن بقى معانا هو سيكشن اختياري. هو المفروض من السيكشن ده انت بتسأل فيه نفسك. هو فيهم سيكشنين ورا بعض، بس هترتبهم ازاي لازم تفهم. لو انت خبرتك كده فوق اقل من 3 سنين او اكبر من 3 سنين. ليه 3 سنين؟ ان ده من متوسط الخبرة. لو انت اقل من 3 سنين فانت بتكتب هنا كده، تكتب في السيكشن اللي بعده الاديوكيشن بتاعك. اتعلمت فين، تعليم تكتب بقى انا واخد مثلا، تكتبها بطريقه معينه. مثلا انا بتكتب اسم الشهاده، ادي الشهاده، بكالوريوس مثلا كذا، او انت طالب تكتبه. بعدين جامعه كذا مثلا، بكالوريوس جامعه مثلا نقول مثلا جامعه النيل. بعد كده تكتب الميجر بتاعك كمبيوتر ساينس مثلا، دي حاجه. بعدين تكتب المده from to بقى، يعني لحد الميعاد. بالنسبه للتقدير انت ممكن تكتبه ولا انت تقديرك كويس اكتبه، مش كويس يعني ايه ما تكتبوش عادي، محدش بيسأل على دي. بس ما تحطوش لو تقديرك كويس ما تحطوش، يعني بتاخد انطباع سلبي. يعني عايزين تروح انترفيو مش هتقبل دلوقتي، ممكن تبقى عندك خبره بس ممكن تكون احسن حاجه او منك في الكليه. مش عايزين اي انطباع سلبي، الاتش ار بيتحجج. جميل جميل. بعد كده تكتب بقى انت بتدرس. لو انت مثلا درست في سكول تانية، درست عملت بكالوريوس، عملت مثلا دبلومه في حته، تكتب كل ده عن طريق البوينت مثلا كده. اما لو انت بقى ازيد من 3 فانت بتكتب حاجه اسمها الاكسبيرينس بتاعتك، الخبره. تكتبها ازاي بقى؟ نفس الفكره، بس هنا بقى تكتب النيم، يعني الجوب تايتل ات، واسم الشركه، وعنوان لو تعرف، والمده، من كذا لكذا، من شهر كذا شهر كذا.
وتعمل كده يعني زي ديتيلز كنت بتعمل ايه. ونصيحة، لو شغلك في شركة اقل من 6 شهور ما تكتبهوش. الاتش ار هيفتكرك حاجة اسمها جوب هوبر. جوب هوبر ده بيتنطط من الشغل، فعشان كده لو شغلك اقل من 6 شهور تكتبهوش حتى لو استفدت كتير. اياك. حلو. حتى لو يعني كنت بتتدرب، ما علينا. كده احنا عرفنا السكشن ده بنحدده على اساس ايه. هو احنا عملنا اكسبيرينس الاول فهنحط education بعده، education الاول فالاكسبيرينس بعده، ده بترتبهم حسب ما انت عايز. بعد كده السكشن اللي بعده هو عباره عن الكورسز اند تريننج. دي بص بقى اكتب فيها كل حاجه، كل الكورسات اللي انت خدتها، اي كورس خدته اكتبه، اي ورك شوب خدتها اكتبها، وضح المهارات اللي انت خدتها منها ومواعيد وجهه. يعني انت تكتب ايه؟ الاسم بتاع المكان، الكورس نيم اول حاجه، الكورس نيم، النيم نيم كده ان. بعد كده اسمه ايه، المكان اللي انت خدته من الكورس، اسم المكان. ولو فيها اورز اكتب الاورز تحتها، يعني اكتب كورس مثلا احنا خدنا باك اند مثلا 20 ساعه او 120 ساعه في المكان الفلاني، ومثلا هنا من في وقت كام لوقت كام. ده طريقه كتابه اي كورس، اكتبه كده بقى. خلصت ده بقى تتنقل على السكيلز. معلش عشان بكتب على التاتش باد. تكتب بقى السكيلز بتاعتك، انا كذا كذا عندي واحد السكيل يعني درجتها انت شاطر فيها قد ايه، مثلا 4 من 10 5 من 10 كده. في عندك 3 انواع من المهارات. في حاجه اسمها هارد، ده كلنا عنها قبل كده، هارد. سوفت. وحاجه هو بتاعت اللانجوج، انت بتكتب مثلا، انت بتعرف انا السكيلز بتاعتك مثلا دوت نت انا شاطر كذا، انتيتي فريم ورك، الحاجات الاساسيه في التراك بتكتبها عموما. ده الهارد. سوفت مثلا تايم مانجمنت، انا بعرف مثلا كوميونيكيشن سكيلز، الحاجات دي مهمه جدا. عندي حاجه، عندي مثلا ايه تاني، بفهم في النيجوشيشن، عندي اشتغلت فريلانس سكيلز، الحاجات دي كلها تكتبها. اكتب درجة كل سكيل من وجهة نظرك انت شاطر فيها قد ايه. لانجوج انت عندك بقى في انواع، يا اما مستوى يا اما نيتيف. يعني انت عندك الانجليش، عندك المستويات من اول A4 A1 لحد A4، ده ورقه يا جدعان، A1 لحد C2. فانت بتحدد مستواك عن طريق مثلا اختبار كنت عامله او حاجه شبه كده، او بالتقريب يعني. او لو انت نيتيف عادي، انت ده لغتك الام، فانت بتكتب كل حاجه من ده عشان ده مفيده. تمام. احنا كده عرفنا تكوين السي في. دلوقتي احنا هنشتغل ان احنا نعمل سي في بشكل عملي. تمام. هنعمله دلوقتي